السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم معنا في هذه الحصة التكوينية من لا سي ام تي كاري. معكم أنس رزق شارجي كونترول انسبكسيون فورماسيون شوفور. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع مهم في لا كوتيديان ديال السائق المهني، واللي هو الاستخدام والتشغيل ديال هاد الشاحنات الحديثة اللي قامت الشركة ديالنا مؤخرا بالاقتناء ديالهم، وبالضبط غنتكلموا على لابوات فيتاس روبوتيزي، واللي الأغلبية ديال السائقين بين قوسين كيسميوه باط أوتوماتيك. اذا من خلال لي ميسيون ديال لي زاكومبانيمون شوفور ولي كوتشين كابين اللي كنديرو مع الاخوان، لاحظنا بان الاغلبيه ديال السائقين ما كيتعاملوش مع هاد لابواب بواحد الطريقه اللي هي صحيحه واحترافيه. ما كيعرفوش شنو هي انماط القياده اللي كتواجد فيها، طرق التفعيل ديالها، والاماكن اللي ممكن نستخدموا فيها هاد الانماط هذه. وهذا الشيء كيؤدي باضرار ميكانيكيه في العربه من لابواب الموتور لي غو موتريس وبزاف ديال المكونات الاخرى. كيؤدي ايضا زياده في الاستهلاك ديال الوقود، وكيؤدي ايضا ضعف في الاداء ديال الشاحنه خصوصا في الطرق الوعره. لذلك الاخوان قررنا نديروا هذا الفيديو هذا باش نصحوا هذه المفاهيم ونعالجوا هذه المشاكل هذه اللي عند السائقين من ناحيه الاستخدام ديال هاد لابواط فيتاس. اذا الاخوان من بين المحاور الرئيسيه اللي غادي نناقشوهم في هذا الفيديو هذا، اللي هو اول حاجه التعريف بهاد لابواط روبوتيزي من النوع ديال اي ام تي، الانماط القياده اللي كتواجد فيها، علاش كتواجد فيها هاد الانماط القياده كلها، طرق التفعيل ديال انماط القياده في مختلف لي مارك ديال الشاحنات اللي عندنا في الشركه. وايضا غادي نشوفوا الايجابيات ديال الاستعمال الصحيح ديال اللابواط، السلبيات ديال الاستعمال الخاطئ ديالها، وغادي نقارنوها كذلك مع هاد لابواط اي ام تي اللي عندنا في هاد الشاحنات مع لي زوتر بواط فيتاس اللي كاينين في الشاحنات الاخرى. لذلك الاخوان بقاو معنا ما تمشيوش بعيد، ونتلاقاو بعد الانترو. اذا الاخوان غندوزو للشرح مباشره. اول حاجه غنديروا تعريف بهاد لابواط روبوتيزي. الاسم التقني ديالها هو اي ام تي، هو اختصار الكلمات بالانجليزيه اوتوماتيز مانيوال ترانسميشنز. المعنى ديالها باللغه العربيه هو علبه تروس يدويه الكترونيه. اول حاجه اللي خصنا نعرفوا على هاد لابواط اي ام تي، هي واحد العلبه يدويه ولكن كيتم التحكم فيها الكترونيا، يعني ما فيهاش دواسه ديال لومبرياج، والكمبيوتر ديال الشاحنه هو اللي كيدير عمليه ديال التبديل ديال السرعات عوض السائق. الهدف من هذا النظام هو الراحة، الاقتصاد في المازوت، وحماية الميكانيكا ديال العربة. كيفاش كتخدم بالضبط؟ الحاسوب كيشوف الوزن ديال الشاحنة، الطريق والانحناء ديالها، السرعة ولا دوز ديال لاكسيليراسيون ديالك نتايا، وكيختار السرعة المناسبة في كل لحظة. والسائق كيبقى عنده الحق الاختيار ما بين النمط اليدوي ومختلف الأنماط الأخرى المتواجدة على حسب الطرق اللي كيتواجد فيها. إذا دابا الإخوان غنشوفو الأنماط ديال القيادة اللي ممكن تواجد في هاد لابواط فيتاس، ولكن قبل من هادشي غادي نعرفو واحد المعلومة مهمة على هاد لابواط اي ام تي. هي فيها جوج ديال الأنواع. النوع الأول هو لا اي ام تي اللي كيكون بلا اوف رود، وهذا النوع هذا تيكون في الشاحنات اللي تيخدموا في الطرق المعبدة فقط، ما كيكونوش صالحين للطرق الوعرة. اما البواط الاخرى اللي كتكون اي ام تي بالاوف رود، هذه هي اللي كتكون صالحه في الشاحنات اللي تيخدموا في لي كارير، في لي تيران اكسيدونتي ولا نو روبوتيزي. اذا الاخوان بالنسبه لانماط القياده اللي ممكن تكون عندك في هاد لابواط فيتاس، اول نمط اللي كيترمز ليه بالرمز دي ولا هو الاوتوماتيكي. هنا الروبو هو اللي كيشونجي لي رابور على حساب لا دوز ديال الطريق، على حساب الحموله ديال الشاحنه، وعلى حساب لاكسيليراسيون ديالك نتايا. مفيد في المدن، مفيد في الطرق السيارة اللي كتكون مستوية والطرق السريعة اللي كتكون مستوية. فيه واحد الراحة للسائق وكيساعد على الاقتصاد في استهلاك الغازوال. النمط الثاني الإخوان هو الام اللي كيترمز ليه بام، هو اليدوي. هنا السائق هو اللي كيتحكم في لي شونجمون ديال لي رابور. مفيد في الطلوع اللي تيكون طويل بزاف، اولا في الهبوط اللي تيكون طويل بزاف مع الحمولة الزائدة. كيعطيك واحد الفعالية كبيرة في الطرق الجبلية. الوضع الثالث الإخوان اللي ممكن يكون عندنا هو الوضع الاقتصادي، ولا اللي كيترمز ليه بالرمز مود ايكونوميك. هنايا الإخوان الكمبيوتر كيقوم بالتغيير ديال السرعات في واحد الدوران ديال المحرك اللي تيكون قليل بزاف منخفض، باش كيعطينا واحد الاقتصاد ممتاز في الغازوال. هذا الوضع هذا كيخدم بار ديفو في الديماراج مع الوضع الاوتوماتيكي، مفيد في المدن وفي لومبوتياج وفي الطرق اللي كتكون مستويه مع الحموله اللي كتكون خفيفه. الوضع الرابع الإخوان اللي هو البيرفورمانس اللي كيترمز ليه بالرمز بي.
المعنى ديالو تيكون بيرفورمانس ولا باور على حساب الشركه المصنعه. هنا الكمبيوتر العكس ديال النمط الاقتصادي، هنا الكمبيوتر كيرفع لينا عدد دورات المحرك باش كيغير لينا الرابور ديال الفيتاس باش يعطينا واحد القوه في الاداء. كيتستعمل الاخوان في الدوبلاج، كيتستعمل في الطلوع اللي ما تيكونش طويل بزاف وبغيتي تخليه في الوضع الاوتوماتيكي باش كيعطيك واحد القوه في الاداء. هذا الوضع هذا الاخوان ينفع تكملوا هذه الطريقه هذه اللي غتحتاجوا فيها، حاولوا ديزاكتيفيو لحقاش كيستهلك المازوت بواحد الشكل اللي هو كتير بزاف. بالنسبه للوضع الخامس اللي هو الاوفرود، هذا كيتستعمل في الطرق الوعره، الطرق الرمليه، في لي شونتي. هنايا ملي كتاكتيفيه الروبو كيليميتي لك لي شوا ديال لي رابور في 3 ديال لي رابور الاولين باش كيعطيك القوه في هذه الطرق، في القوه ديال المحرك في هذه الطرق الوعره، وكيحميك من الانغراز ديال العجلات في الطرق الطينيه وفي الحصى. بالنسبه للوضع السادس هو المود وينتر ولا وضع الشتاء. هذا الوضع هذا ملي كتقوم بالتفعيل ديالو الروبو ديال الشاحنه كيليميتي لك لي شوا ديال الرابور، كيبدا لك من الرابور دوزيام حتى للكاتريام باش كيعطيك واحد السلاسه في الاداء. العمل ديالو هو العكس ديال الاوفرود كيطلب واحد القوه في الطرق الوعره. المود وينتر كيطلب واحد السلاسه في الاداء باش كيحميك وما تيخليش العجلات كيقوموا بالانزلاق في الطرق الزلقه. بالنسبه لاخوان الوضع الاخير اللي ممكن يكون عندك في الشاحنات اللي كيترمز ليه بالرمز سي ولا بالرمز ال ولا بالرمز ام، المعنى ديالهم كراولر ولا اللونت ولا السلو ولا المانوفر على حسب الشركه المصنعه. ملي كتقوم بالتفعيل ديالو الكمبيوتر كيعزل لك واحد الترس اللي كيكون قصير بزاف واللي كيدور بواحد السرعه اللي هي بطيئه بزاف. كيتستعمل الاخوان في ملي كتكون مشارجي وواقف في طلعه وباغي تبدا الحركه ديالك، كتقوم بالتفعيل ديالو باش كتحرك هذيك 10 ديال الامتار الاولى ولا 7 ديال الامتار الاولى باش كتحمي لابوا دو فيتاس ديالك وكتحافظ على القوه ديال المحرك. كيتستعمل ايضا الاخوان في ملي كدير عمليه ديال لاطلاج ولا الديطلاج، كيتستعمل في ستاسيونمون في الكي ملي كتطلب واحد المناورات اللي كتحتاج واحد السرعه اللي هي بطيئه في ستاسيونمون في الكي. دونك الاخوان هادو هما لي مود اللي ممكن يكونوا عندك في هاد لي بوا دو فيتاس، وهادو هما الطرق ولا الاماكن ديال الاستعمال ديالهم. اذا الاخوان علاش كتوفر عندنا انماط ديال القياده متعدده في هاد لي بوا دو فيتاس؟ اول حاجه الاخوان لان الظروف ديال الطريق وديال الحموله كتكونش دائما متشابهه ولا متماثله، لانه ملي كتكون عندنا واحد الشاحنه محمله ب 44 طن على واحد الطريق اللي هو سريع ومفيش تضاريس اللي هو صعبه، ما كتحتاجش نفس القوه ولا الاعدادات مثل شاحنه كتمشي في واحد الطريق اللي هو رملي ولا طريق جبلي ولا طريق مغطى بالجليد. لذلك الاخوان في هذه الظروف الصعبه وفي الطرق الصعبه كنحتاجوا هذه الاعدادات الخاصه وهذه انماط القياده الخاصه بهذه الطرق الصعبه. اذا دابا الاخوان نشوفوا الايجابيات ديال الاستعمال الصحيح. الاستعمال الصحيح عنده بزاف ديال الفوائد. الاستهلاك ديال الوقود تيكون اقل، كيحافظ على لومبرياج وعلى العلبه، كينقص التاكل ديال الاطارات او لي غوموتريس، وكيزيد في الراحه ديال السائق وفي الامان ديالو في الطريق. اما السلبيات ديال الاستعمال الخاطئ، العلبه كتسخن بزاف، لومبرياج كيتلف بواحد الوقت اللي هو سريع بزاف، الاطارات كتلف بواحد الوقت اللي هي سريع بزاف، وكترتفع المصاريف ديال المازوت وديال الصيانه ديال العربه. اذا السلام عليكم الاخوان، اول كاميو غادي نشوفو هو الايفيكو ايسواي 480. هذه فيها ديفيرونسيال ريديكتور وفيها سسبونسيون ميكانيك، لابواط اللي فيها ام تي بالاوفرود. غادي نشوفو دابا كاين لي مود دو موفمون ديالها فين كاينين، ديال الموفمون ديال الكوندويت برينسيبال ولو مود ديال الاوت بيرفورمانس هما فين كاينين وكيفاش كيتاكتيفاو. ولكن غادي نديرو الشرح ديال كل واحد فيهم، غنديروها بالضبط في هاد الايفيكو. والشاحنات الاخرين ما غاديش نديرو الشرح ديال الاستعمال ديال كل مود في البلاصه ديالو فين كاينه وفين كتستعمل، باش ما نديروش فيديوهات طوال. غنشرحو في الاول راه في جميع الشاحنات نفس الخدمه، اي مود راه نفس الخدمه اللي كدير في هذه كدير نفس الوظيفه كدير في هذه الشاحنه، كدير في شاحنه اخرى، غير الاسماء كيتبدلوا ولوبسيون ديال الكاميو كيتبدل. ام تي بالاوفرود كتكون الكاميو اللي كيخدم في لي شونتيو في الطرق الوعره، ام تي اللي ما فيهاش الاوفرود كتخدم في السيتيرن، في لاكيس، في فريغو، الاستعمالات اللي كتكون غير في الغوتي ماشي في الاوفرود.
واضحه الاخوان. هذا لابواط الاسم ديالها هنايا في الايفيكو مسمينها الاتش ايترونيك، هي بواط ام تي اوف رود بالاوف رود. بالنسبه لي سيليكتور ديال البواط فيتاس كتحكموا فيها بجوج جوايع. عندنا لي مود ديال الموفمون سواء اون افون سواء اون اريير سواء سيمي، وكذلك لي مود الاخرين كاينين عندنا هنا في طابلو دو بور. والتحكم في البواطات فيتاس ولي شونجمون ديال رابور كاينين عندنا هنا مع الكوموند ديال الرولونتيسور. كنهبطوا لتحت كنقصوا رابور، كنطلعوا الفوق كنزيدوا رابور. ممكن نخدموا بها في المود درايف وفي المود مانيال. هنا بالنسبه لي سيليكتور اللي عندنا في الطابلو دو بور كاين عندنا الدي الان درايف نيوترال والريفرس. الدي عندو ثلاثه ديال الوظائف، ثلاثه ديال لي مود ممكن نخدموا كاينين هنا دايرينهم لينا في مود وحده. عندنا الدي هذا باغ ديفو في الديماراج كطلع لينا الدي درايف، ممكن حنا نشونجيو هنايا درايف هي اوتو. هنا عندهم هنا كتكتب لك اوتو هنايا. الروبو الكمبيوتر ديال الشاحنه هو اللي كيعزل الرابور اللي كيدير به الديبار. هنايا ملي كنعاودو نكليكيو هنا مره اخرى كليك صغيره كيطلع لي هنا سيمي. ايفيكو مسميها سيمي، هي المود مانيال. هنا انت اللي كتحكم في لي شونجمون ديال لي رابور. هنا بالباليت تطلع الفوق كتزيد رابور، كتهبط لتحت كتنقص رابور. انت اللي كتحكم مانيالمون في لي شونجمون ديال لي رابور. بالنسبه للدي الاولانيه كتستعمل في المدينه وكتستعمل في الطرق اللي كتكون ما فيهاش الطلوع بزاف وما فيهاش الهبوط بزاف وما كتكونش مشارجي بزاف، هذا كيقتصد لك المازوت. بالنسبه للام اللي هنا مكتوب عندنا سومي واللي هي المانيال، كنستعملوه في ثلاثه حالات الاخوان. كنستعملوه في الصباح بكري في 5 كيلومتر الاولى ملي كنبغيو نسخنوا الكاميو، تيسخن الكاميو ديك الساعه كنرجعوا اوتوماتيك يبقى يشونجي راسو. الاستعمال الثاني هو الطلوع الطويل كتكون مشارجي باش انت كتحكم في الريجيم ديال الموتور وكتحكم حتى في الاستهلاك ديال الوقود ما تيكونش بواحد الشكل اللي هو كثير وكتحصل القوه ديال الموتور. الاستعمال الثالث هو الهبوط الطويل وانت مشارجي باش كتحكم في الرونفلاج وكتستعمل الروتاردور كيخدم لك مزيان. ملي كتخدم الروتاردور كيخدم مزيان وكتبقى انت في لا سيكوريتي. هاد الدي هادي نفسها عاوتاني عندها كتاكتيفي فيها مود اخر ولكن كتبقى ابي واحد جوج ديال الثواني كيتشونجا لك هنا كيعطيك هنا مود سلو. هاد المود سلو هو المود اللي كنحركو به الكاميون ملي تيكون في عقبه وكيكون الكاميون مشارجي خصنا نحركوه بهذا المود هذا سواء اون افون سواء اون اريير. حيت عندنا حتى في الريفيرس ممكن اكتيفيو المود سلو. الا بقينا باركين عليه واحد شويه كيعطينا هنا R1 سلو. هنا ما كيتبدلش، كاين واحد التورس قصير بزاف وثقيل هو اللي كيدور الرويد دوك 5 اولا 7 ولا 10 الدورات الاولين كتحرك بهم الرويد عاد باش ممكن انك تشونجي وانت غادي في الموفمون ما توقفش. ممكن دير بحال هكا كيديزاكتيفا وكتبقى انت خدام اولا كتعاود تورك هنا على الدي وكترجعو اوتو والكاميو كيبقى غادي بوحدو. مود سلو. عندنا مود اخر هو المود اوف رود، هو هذا كاين عندنا هنايا. غادي نحيدو هذا المود ديال سلو نرجعو اوتو. ملي كندخلوا للبلاصه اللي فيها انشاءات وبلايص اللي فيها لي كارير بلايص اللي محفرين فيهم الحفاري بزاف وماشي غوفوتيزي يعني طرق غير معبده، طرق قرويه فيها الحجر فيها بزاف ديال الحفاري وخصها واحد التعامل خاص. خصناش نخليوها اوتو باش نيفيتيو هذيك لي شونجمون بزاف ديال لي رابور والكاميو يخدم مزيان وما يكونش سورشارج على لومبرياج والبواطه ما تسخنش لينا والكاميو ما يسخنش لينا. خصنا نديرو هذا المود هذا هو كاين هنا في ايفيكو سميتو مود اوف رود. ملي كنأكتيفيو لاحظوا معايا انا غادي نديزاكتيفيها الاخوان. كاين مود اوتو خوازيام. ملي كنأكتيفي هنايا هذا المود هذا اوف رود انا اكتيفيتو. لاحظوا معايا الاخوان هنايا ها هو تاكتيفي المود اوف رود، ها هو السيمبول ديالو كاين عطينا الرابور الاول. دابا غادي نتحرك انا بالكاميو غادي يوصل لي هنايا الكمبيوتر ديال الشاحنه غادي تشونجي لي هنايا حتى لحد 3 ولا 4 على حساب لوبسيون ديال الكاميو. غتليميتي لي رابور في 3 رابور الاولين اللي هما كيكونوا قصار بروميير دوزيام 3 وبعد مرات الا كانت الكاميو في واحد الطليعه وغتبدا الديبار كيبدا لك بالمود سلو. هذا كنخدموه كما قلنا في الانشاءات وفي المناطق اللي تكون فيها الطريق خيبه وما فيها الحفاري بزاف. هذا المود هذا هو اللي تنخدمو.
وحذر الاخوان ملي تخرج من هذيك الطريق الخايبه خصك ديزاكتيفي هذا المود هذا باش ما يوقعش لك اجهاد على البواط دو فيتاس. تكمل ديك الطريق الخايبه والواعره ديزاكتيفي. والاكتيفاسيون ديالو راه ما كتكونش في سرعات عاليه. الا كنتي مثلا في الرابور 6 ولا اكثر وركتي على هنا راه ما غاديش يتاكتيفي لك هذا المود هذا. كاين عندنا مود اخر اللي هو هذا هنا كما كتشوفوا الاخوان، هو حاط عليه صبعي. هذا هو المود وينتر ولا المود سلو اللي كنستعملوه في الطرق الزلقه. وهذا هنا في ايفيكوم سمينو مود روك. لاحظوا معايا الاخوان هنا التخوازيام الا وركت عليه بحال هكا الا اكتيفيتو ها هو غادي نوريك عليه. لاحظوا الاخوان هنايا هو الروك مود عطاني 4. علاش كيبدا لينا هذا العكس ديال المود اوف رود؟ المود اوف رود كيبدا لينا بفيتاسات قصارين كيليميتيهم في 3 الاولين القصار باش كيعطيك القوه ديال المحرك، ديك لا نيرفيزيتي اغريسيفيتي. المحرك تيكون قوي واغريسيف عنيف باش كيخدم معاك مزيان في دوك المناطق اللي كيكون فيهم الحفاري والكاميون مثقل. هنا العكس، هنا حتى باغي ديك النعومه، باغي تحرك بواحد النعومه باش الرويد ما ديش يباتينيو مع بعضياتهم. دونك هنا ملي كتاكتيفي هذا المود وينتر ولا هذا المود هنا في ايفيكو سميتو مود روك كيبدا لينا 4 وعندك الحق انك تحكم فيه هنا بلي باليط على حساب انت الا كنتي مثلا في طلعه ومشارجي. يمكنش تبدا 4 واعر عاوتاني غتشهد وغتسخن لومبرياج. ممكن تحكم فيها انت كتهبط كتنقص، ها هو نقص لك 1 3 اولا ممكن تنقص 2. هذا كيبدا لك من دوزيام. دابا انا هابط مازال هو عطاني دوزيام. هنا ما يمكنش يعطيني قل، ما يمكنش يعطيني 1. ما غاديش دير ديبار ديما كدير ديبار بواحد التورس اللي كيكون طويل شويه كيبداو من دوزيام وكيسالي في 4 باش الرويده كدور بواحد النعومه وما كتجلسيش في ديك الارض اللي كتكون زلقه. هذا هو الدور ديال هذا المود هذا، هو اللي كنتحرك به في الطرق الزلقه بحال الطريق اللي كتكون فيرغلاسي فيها كتكون عندك هذيك الفيرغلا في الصباح بكري ملي كيكون الثلج ملي تيكون الغيس. هذا هو المود اللي كنستعملوه هنايا. اذا الاخوان هادشي اللي كاين بالنسبه لي مود ديال في الايفيكو، الطريقه ديال الاكتيفاسيون ديالها والاستعمال ديالها، ونشوفوا كاميو اخر ان شاء الله. اذا الاخوان الشاحنه الثانيه اللي هي الفولفو اف ام 450 ولا 460. الديفيرونسيال اللي فيهم هو ريديكتور سيسبونسيون عندنا بجوج الميكانيك والبنوماتيك. بالنسبه لابواط فيتاس هي الا ام تي بالاوف رود. الاسم ديال هاد لابواط هادي هنا في الفولفو هو الاي شيفت الغنيه عن التعريف والمعروفه. السيليكتور ديالها ولا هو هذا الغني عن التعريف الكلاسيكي معروف. فيه واحد اللوفي هنايا، فيه هنايا لي مود ديال الموفمون برينسيبال، ريفيرس، نيوترال، الاوتوماتيك والمانيال. وهنا في كاين هذا المود هذا اللور هو المود ديال بيرفورمانس ديال الاداء العالي. وهنايا فيه لي باليت المون بليس اللي كنشونجيو بيه لي رابور. ملي كنبغيو نشونجيو هاد لي مود برينسيبال كنوريكم على واحد البوطون هنا كاين تحت في هذا اللوفي هذا وكنشونجيو سوا الام سوا الا سوا الريفيرس نيوترال. دونك واضح الاخوان وهذا هو المود. هنا في كاينين لاكتيفاسيون ديالهم. بالنسبه للاخوان دابا غنمشيو هنا للكوكبيت. راه مقيدين عندنا نيت هنا في الكوكبيت، ها هو هنا النيوترال، هنا النيميرو ديال الرابور، وهنا المود سواء الايكونوميك ولا الاوف رود ولا هادي. حنا غادي ندوزو دابا ونشوفهم كيفاش تعرفوا عليهم واحد بواحد. اذا الاخوان دابا غنديروا الاوتوماتيك. هو هذا هنا الاوتوماتيك الروبو اللي كيشونجي لي رابور كيتحكم فيهم. عطاك هنا 4 ديجا شرحنا هادشي. غنشوفوا هنايا ديال الاوت بيرفورمانس. هنا عطاك الايكونوميك المود ايكونوميك. هنا عندنا اوتوماتيك ايكونوميك. هذا كما شرحنا الاخوان كنستعملوه في لومبوتياج في المدينه في الطريق اللوطوروت اللي كتكون طويله وما فيهاش الطلوع والهبوط بزاف وانت ما مشارجيش. هذا راه كيقتص المازوت كيشونجي دغيا لي فيتاس وكيصوتي ما بين لي فيتاس كيدير لك مثلا 5 6 7 ويدير رابور برابور باش كيساعد في الاقتصاد. المود الثاني الا وركنا على هذه ديال لي مود الاخوان، الا وركنا عليها انت لاحظتي بان هنا تغير مابقاش ايكونوميك هنا ولا هذا المود هذا كيعني ستاندار. المود الثاني اللي مهم اللي خصنا نخدم به هو هذا هو هذا السيمبول هذا فيه واحد الكاميون مصور في طلعه. هذا المود هذا هو العكس ديال المود ايكونوميك. دابا هنا بيرفورمانس هذا ملي تكون غادي في الطلوع ومشارجي وبغيت نخليه اوتوماتيك، ولكن على شرط ان الطلعه ما تكونش طويله بزاف. كنخدم بهذا المود هذا لانه كيعطل العكس ديال الايكونوميك، تيعطل لي شونجمون ديال لي رابور، كيطلع لك الريجيم موتور عاد باش كيشونجي، ماشي بحال الايكونوميك اللي كيشونجي دغيا.
كنستعملوه في الدوبلاج، كنستعملوه في الطلوع اللي كيكون ما طويلش بزاف وانت مشارجي. ولكن الاخوان ردوا لي البال راه كيستهلك شويه المازوط. ملي نفوتوا هذيك البلاصه اللي محتاجينه فيها نحاولوا نحيدوه ونرجعوه ديما ايكونوميك. بالنسبه للمود الثاني اللي غادي نشوفوا هو هذا اللي فيه هنا، هذا السيمبول ديالو هو هذا اللي فيه الارض طالعه وهابطه، هذا هو ديال الاوف رود. غادي جا شرحنا الاخوان فين كنخدموا في الطرق الوعره. دونك هادو لي مود اللي كاينين في الفولفو. كاين الايكونوميك، كاين هذا ستاندار، هذا كيجمع ما بيناتهم بجوج، ما بين الايكونوميك وما بين البيرفورمانس. ولكن ما ديوش ليه بزاف الاخوان، ما عندوش تاثير كبير وما عندوش على لا سواء الكونسوماسيون الاداء ديال الشاحنه. دونك هادو هما لي مود. كاين واحد المود اخر الاخوان لاحظتوا معايا هنايا في هاد النمره 3. الا بقيت كنوريك على هاد المواه، هاد المواه من هنايا، هاهي دابا النمره 3، النمره 2، النمره 1، النمره كتك هنايا كيتغير كتولي سي يعني كراولر. هذا هو المود مانوفر اللي ديجا شرحنا الاستعمالات ديالو ملي كتكون في طلعه وباغي تحرك دوك 4 ديال الامتار الاولين في ستاسيونمون، في لاطلاج، في التيطلاج. هذا هو الاستعمالات ديالو. يعني الاخوان هذا هو الشيء اللي كاين هنا في هذا الفولفو. هذا هو التقديم ديال لابواط فيتاس ديالها، طريقه التفعيل ديال لي مود اللي فيها، ونشوفوا كاميو اخر ان شاء الله. اخوان دابا نشوفوا لا مارك مان. شوف هذه بالنسبه لا مارك مان فيها واحد البواط ام تي 100 اوف رود، ما فيهاش لوف رود، يعني ماشي ديال المناطق الطرق الوعره وداك الشيء، ما فيهاش دوك لي مود ديال لي بيرفورمانس العاليين. بالنسبه للسيليكتور ديال لي مود برينسيبال هما كاين هنا في الطابلو دبور كما كتشوفوا الاخوان. هو هذا نيوترال، درايف، ريفيرس. زيد فيها واحد المود اخر هو المود مانوفر ديال الستاسيونمون في الكي، ديال لاطلاج والديطلاج، ديال تحرك الرويد وانت مشارجي في واحد الطلعه. كاين هذا المود هو اللي كاين عندك هنا ممكن تخدم به، هو هذا كتمشي دير الفليش ديال عنده. دابا نتايا في المود ديال المانوفر الاكسترا لونت، الماركه تسميه مانوفر. وكاين عندنا اصلا ايضا في الريفيرس هي المود فيها المود مانوفر، حتى هي ممكن ترجع للخلف بهذا المود هذا ولا بهذا النمط القياده. بالنسبه لهذا الكوموند هذه اللي عندنا هنايا حدا الفولون، تحت الفولون كاينه هنايا ممكن تحكم لي باليت، ممكن دير شونجمون تطلع وتهبط في الفيتاس كيف ما بغيتي تحكم فيه، سواء في المود اوتوماتيك ولا في المود مانيوال. الا بغينا نرجعوه مود مانيوال كما كتشوفوا الاخوان كاين واحد الفليش هنايا. حنا دابا في المود اوتوماتيك كنبركوا عليه بحال هكا هنا لتحت كيولي مود مانيوال. ها هو هذا هو السيمبول ديالو هنا كما كتشوفوا الاخوان، ما كتبقاش كتولي الفليش طالع هنا. دابا انت هنايا مانيوالمون كدير لي شونجمون، ما يمكنش تزاد الفيتاس الا ما زدتي نتايا. دونك هادشي اللي كاين هنا في هاد المان، ما فيهاش لي مود بزاف. هادو هما لي مود اللي كاينين في هاد التراكتور اللي عندنا مارك مان. شويه الاخوان دابا نشوفوا لا مارك مرسيدس، هذيك اللي فيها سيسبونسيون بنوماتيك اللي كدير الميساجري. هذه فيها بواط دو فيتاس ام تي 100 اوف رود، العكس ديال الاخرى اللي هي اوف رود. بالنسبه للسيليكتور اللي فيها كاين هنايا فيه مع الكوموند ديال الرونتيسور، هو هذا بهذا الشكل هذا. كاين فيه لي مود ديال الموفمون برينسيبال، درايف، نيوترال، ريفيرس. وفيه لي مود دو بيرفورمانس كاينين هنا في هذه البوطونه هذه كما كتشاهدوا معنا هنايا. دونك هنايا في هذا الكوكبيت اللي كاين هنا قدامنا كتلاحظوا هذه النمره دابا حنا في الوضع اوتوماتيك، الروبو عطيك اوتوماتيك عطيك دوزيام. ملي كنبغيو نشونجيو لي مود ديال البيرفورمانس كنجيو هنايا كنكليكيو هنا في هذا الفليش هذا كليك صغيره. هاي هنا عطاتنا مود باور. هذا المود باور هو اللي قلنا للاخوان كنحتاجوه في الطلوع، في لوطو كنخليوه اوتوماتيك، كنحتاجوه في الطلوع اللي ما تكونش طويل، اللي كيعطل لينا الرونفلاج ديال الموتور عاوش كيبدل، العكس ديال المود ايكونوميك. كنشونجيو عاوتاني هنا عطانا ايكونوميك، وهذا هو اللي كيجينا باغ ديفو مع الديماراج كيجينا اوتوماتيك. هذا هو العكس ديال بيرفورمانس، وهنا مسمينو باور. كاين عندنا عاوتاني كنعاودو نسيليكتيو كيعطيك باغ ديفو اوتوماتيك. هنا ملي كنكليكيو كثر هنا واحد الفونسي كليكي واحد 2 مينيت 2 سكوند فوق من هذه كتعطينا هنايا مانيال. هنا شونجمون كيكون مانيال، انت اللي كتشونجي كتحكم في الروغراداج وفي لوغمونطاسيون ديال لي رابور مانيالمون. تزيد رابور هذا الام هذا كما قلنا الاخوان كتحتاجو في 3 ديال الحالات. في الصباح بكري ملي تيكون الكاميو بارد في 5 كيلومتر الاولى كتسخن بها الكاميو، كتشونجي كتخليه في مود اوتوماتيك، وكتبقى انت تشونجي لي رابور، ما كتخليش الريجيم يطلع، وكتشونجي ديك 5 كيلومتر حتى كيسخن الكاميو. في الحاله الثانيه كما قلنا في الطلوع اللي كيكون طويل وانت مشارجي
باش كتحكم انت في الرونفلاج ديال الكاميو ما تيسخنش، وكيكون في واحد لا زون اللي هي فيغ وكيغتص لك المازوت بواحد الطريقه اللي هي زوينه. وكنحتاجو عاوتاني في الهبوط اللي هو طويل وانت مشارجي باش كتحكم في الرونفلاج ديال الكاميو. علاش؟ باش كيخدم لك الطاردور بواحد افيكاسيتي مزيانه وكتهبط في لا سيكوريتي ديالك. دونك هادو هما لي مود اللي كاينين هنايا. ما كاينش لي مود ديال الاوف رود هنايا ديال الوينتر، لحقاش هاد الكاميو ما خارجش باش يخدم في لي تيران اكسيدونتي. دونك ما فيش هاد البواط، هادي بواط AMT 100 اوف رود. دونك هادي هي البريزونطاسيون ديال هاد لابواط. وهاد لابواط AMT 100 اوف رود كاين عندنا في الشاكمان وفي المان وفي المرسيدس، هادي اللي فيها سيسبونسيون بنوماتيك. هادو هما ثلاثه ديال لي مارك اللي عندنا فيهم هاد لابواط 100 اوف رود. ما تبقى AMT اوف رود. دونك الاخوان تلاقاو في كاميو جديد. الاخوان الشاحنه المواليه اللي غنشوفوا اللي هي شاكمان اكس 6000. هذه فيها ديفيرونسيال، فيها لارب عادي، يعني ماشي ديال الطرق الواعره. بالنسبه للسيسبونسيون فيها بنوماتيك، وعندنا الميكانيك حتى هي. بالنسبه لابواط فيتاس عندنا AMT 100 اوف رود، ما فيهاش الاوف رود، يعني هذه ديال الطرق اللي كتكون غوفوتيزي ماشي ديال الطرق الواعره. بالنسبه لابواط فيتاس الكوموند ديالها جات هنا تحت الفولون. هادو هما لي مود برينسيبال ديال الموفمون اللي كاينين كاع في كاع لي بواط فيتاس، سواء السي في تي ولا الA T اللي هي البواط اوتوماتيك العاديه. عندنا الدي درايف الان والنيوت والريفيرس. الفلاش اللي كنتحكموا في هاد لي مود موفمون برينسيبال هي هادي. كندوروا كليكيو على الفريناج، بيدال ديال الفران كتكليكي. هنا عندك في الكوكبيت هي دابا درايف اوتوماتيك. هنا بار ديفو كطلع لك اوتوماتيك ايكونوميك. بالنسبه لي زوط مود اللي عندنا الاخوان، عندنا هنايا الA والام في هنايا كما تلاحظوا. هنا في كنسويتشيو ما بين الاوتوماتيك وما بين المانيال. المانيال عرفنا فاش كتخدم الاخوان، ديجا شرحناها. الاوتوماتيك ديجا حتى هي شرحناها. بالنسبه لي زوط مود راه كاينين هنا الاخوان، كاين عندنا الاو ايكونوميك والبي بيرفورمانس، وهنا الال لونس. بالنسبه لهاد البي راه ديجا شرحناها الاخوان فين كتخدم. هنا هاد البي هادي كتخدم في الطلوع اللي هي المود ديال بيرفورمانس ولا ديال الباور، كتخدم في الطلوع وبغيتي تخليه انت في الوضع الاوتوماتيكي، ولكن على شرط ان الطلعه ما تكونش طويله بزاف. بالنسبه لي زوط مود كاين هذا الال اللي هو المود ديال المانوفر اللي كنحتاجوها الاخوان في ملي كنبغي نحركوا الرويد في ديك 10 متر الاولى ولا 7 متر الاولى، كيكون مشارجي في طلعه، في الستاسيونمون في الكي وفي لاطلاج وفي الديطلاج. دوك لي مانوفر اللي كيحتاجوا واحد السرعه اللي كتكون خفيفه بزاف. دونك الاخوان هادشي اللي كاين في هاد لابواط فيتاس. ما كاينش فيها لي زوط مود بحال الاوف رود وبحال المود وينتر اللي كنحتاجوه في الطرق الزلقه، لانها ما مخصصاش لديك الطرق. اذا هادشي اللي كاين الاخوان في هاد لابواط هادي، ونشوفوا شاحنه اخرى ان شاء الله. الاخوان واحد المعلومه مهمه وديروها في بالكم الله يجازيكم بخير. هاد الانواع ديال البواط AMT اللي فيها جوج الانواع، AMT اوف رود و AMT 100 اوف رود. هاد الAMT مثلا طحتي في كاميو بحال ديالنا حنا كنخدموا به في لي بان، في لي شونتي، في لي تيران اكسيدونتي واللي هي صعيبه بزاف، وطحتي في كاميو بحال عندك المان ولا الشاكمان مثلا ودخلتي في هاد الطريق هادي. دونك هذاك الشيء اللي كيديروه دوك لو مود دو بيرفورمانس اللي هما عاليين بحال الاوف رود وبحال الوينتر كاين في مرسيدس، حنا هاد المحاكاه ديالهم خاصنا نديروهم مانيوالمون. عندنا هاد البواط هادي AMT راه فيها المانيوال. داكشي اللي كيدير الخدمه ديال الاوف رود خاصنا نعرفوا ديك الاوف رود كيفاش كتخدم باش نديروا ديك الخدمه مانيوال، لحقاش ما عندناش هذاك المود. دونك باش نقلوا الضرر والفورس على البواط فيتاس ونستافدوا من القوه ديال المحرك ومن القوه ديال البواط فيتاس ونحافظوا على ديك لابواط فيتاس ما نعطيوهاش الاجهاد الكثير ليها، خاصنا نديروا المحاكاه ديالو مانيوالمون. بحال دابا دخلت مثلا لواحد الطريق اللي هي اوف رود. اوف رود كما قلنا الروبو اوتوماتيكمون تيخدم لك دوك لي بينيون اللي تيكونوا قصار، كيبدا لك بروميير دوزيام تروازيام وبارفوا حتى الكاتريام، تما فين كتخدم هذيك لابواط، هذيك المود تما فين كيخدم. انت ما عندكش هنا بواط اوف رود في هذا الكاميو مثلا مرسيدس ولا المان ولا الشاكمان، غتخدم مانيوالمون بهاد لافرود بهاد القضيه دي. داكشي اللي كيديروا المود اوف رود غديروا نتايا بيدك، غدير مود مانيوال تكليكي فحال هكا مثلا المود مانيوال وتبقى تخدم حدك حد تروازيام، ما تفوتش تروازيام، بروميير دوزيام تروازيام، بروميير دوزيام تروازيام، باش ما تيكونش الاجهاد على البواط فيتاس. لومبرياج ما كيسخنش لك والموتور ديال المحرك ديال الكاميو ما تيسخنش لك، او ميم طون الكونسوماسيون ما تطلعش لك بزاف، والبواط كتحافظ عليها وكتحافظ على الماتيريال ديالك وعلى لي بنو ديالك، وكتحصل على القوه ديال المحرك في هذيك الطريق اللي خايبه، الكاميو ما كيفشلش لك وكتحصل على الاداء العالي. دونك هادشي اللي كاين الاخوان، ديما ديروا المحاكاه مانيالمون الا ما عندكمش هاد لي مود ديال البيرفورمانس. مثلا في المود وينتر، المود وينتر كما شرحت لكم بانه البواط فيتاس كتسيليكسيوني
من دوزيام حتى الكاتريام، كتعطيك واحد الفيتاس العكس ديال الاوفرود، كتعطيك واحد الفيتاس اللي هو طويل شويه باش كتكون ديك السلاسه. ما كتبغيش انت هنا القوه، المود اوفرود كتحتاج للقوه، ولكن في الطريق اللي كتكون غليسون ولا فير غلاسي كتحتاج النعومه باش الرويد ما يبوتينوش لك في ديك الطريق. دونك انت ما عندكش هنا المود وينتر، غادي دير مود مانيال وغادي تبدا الديبار من دوزيام ولا من تروازيام ولا من كاتريام على حساب الحاله ديال لاشارج ديالك، الارتفاع ديال الطريق والحاله ديال الطريق. دونك المحاكاه ديال هاد لي مود هادو حاولوا ديروهم مانيال باش تقلوا الضغط على البواط فيتاس، تحافظوا على لي بنو موتريس ديالكم وتحصلوا على القوه من المحرك وداكشي اللي باغيينو من هاد الشاحنه ديالكم. بالنسبه للاخوان لي بواط فيتاس اللي ممكن يكونوا عندنا في هاد الشاحنات ديال نقل البضائع، الانواع ديالهم هما كتكون عندنا المانيال اللي معروفه كتكون فيها واحد اللوفي دو فيتاس وواحد البيدال، هذه قديمه ومتعبه للسائق وكتكون فيها الاستهلاك ديال الوقود طالع بزاف. العلبه الثانيه اللي كترمز ليها باتي ولا الاوتوماتيك ترانسميشن، بواط اوتوماتيك، هذه مريحه في السياقه، كتستعمل غالبا في المدن وفي الحواضر، كتكون فعاله في الحواضر، في المدن كتكون متواجده بزاف في لي زوطوبيس وفي لي زوطوكار وفي الشاحنات ديال التوزيع نقل البضائع اللي كتخدم في المدن فقط. بالنسبه لابواط اخرى اللي ممكن تكون عندنا، الاسم ديالها هي سي في تي ولا لي شونجمون فاريابل ديال لي فيتاس، ما فيهاش واحد نومبر ليميتي ديال الفيتاس. هذه كتستعمل حتى هي في المدن، كتستعمل في لي فيكيل هيبريد. الاداء ديالها في الطرق الوعره كيكون ضعيف بزاف، والاستهلاك ديال المازوت ديالها تيكون مرتفع وكتعرض للتلف في الطرق الوعره. بالنسبه لابواط فيتاس الاخرى اللي ممكن تكون عندنا اللي هي جديده وباقا غاليه في السوق، ما كايناش وباقا مفقوده، الاسم ديالها هي ولا الرمز ديالها كتكون اتي هيبريد الكتريك. هذه كتكون في الشاحنات اللي تيكون فيهم بواط كتكون فيها موتور تيرميك بليس موتور الكتريك، وهذه باقا قليله في السوق، يلا بدات كتبان، يلا تقريبا واقيلا كاينه عند الفولفو هنا في المغرب، هي اللي مدخلاها واقيلا، والفورد. الثمن ديالها باقي غالي الاخوان بزاف، وهي المستقبل ديال الشاحنات اللي غيكون من هنا المستقبل. اذا كخلاصه احسن بواط فيتاس اللي ممكن تكون دابا في السوق اللي كتوفر لنا الاداء العالي في الطرق الوعره في مختلف انواع الطرق، الاقتصاد في الغازوال والراحه بالنسبه للسائق، هي لابواط ام تي. اخوان كخلاصه خاص كل سائق يعرف كيفاش يتعامل مع هذا النظام ومع هذه التكنولوجيا اللي عنده في الشاحنه ديالو، لانه عنده تاثير مباشر على الاداء، على الاقتصاد وعلى الامان ديالو في الطريق. الاستعمال الصحيح ديالك كيساوي شاحنه خدامه مزيان زائد مصاريف اقل زائد امان اكثر، وهذه هي الثقافه اللي باغا ليسيمتير كاري وباغا توصلها لجميع السائقين ديالها. لذلك الاخوان كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، وتخليو لنا في لي كومونتير الاراء ديالكم والاسئله ديالكم غادي نجاوبوا عليها، وان شاء الله غادي نخرجوا بواحد الايجابيه في هذه الحصه التكوينيه.